يا رب يا مسهل. اللهم صل على النبي. بالصلاة على النبي. الله أكبر. طلعت روعة. السوريات الأول الفئ بتاعها خطيرة يا جماعة، داير ما يدور. اللهم صل على النبي. أجمل وأحلى تورتاية. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده مع بعض مقلوبه البتنجان، بس هعملها لكم بطريقه حلوه قوي على طريقه تيتا حبيبكم. بس ما تنسونوش في اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. احنا قطعنا البتنجان بالطول كده، وهنرش عليه ملح، وما احناش حاطين عليه ميه، وهنسيبه بقى لحد ما الملح بقى يخلي الميه اللي فيه تنزل. هقلبه ببعضه بقى وخلاص على كده. احنا هنعملها بالكبده. حطينا هنا جنزبيل، ملح ودقيق وليمون وخل. احنا هنحمر البتنجان اهو. حمرنا حبايتين بطاطس. عندنا البتنجان لما عامل شوف شرب ميه ازاي في الطبق. وهنا هنعمل بقى الكبده كله مع بعضه كده. انا دبلت كده الكبده البصله وقرشت البس. شوف اللهم صل على النبي. الكبده لما تنقع في الحاجات دي حاجه حلوه قوي. فتحتها يا دوبك عشان 2 بس، وفتحت القلب كده نصين وطلعت الحاجات اللي فيه. والكبده بيبقى فيها حاجات كده بتتشال. وعلى نار عاليه بقى، وهنديها تسبيحه ونحط لها التوابل بتاعها وفص ثوم، وهخلصها على كده. كده بقى يا حبيبي احنا عملنا شوحنا الكبده وحطيناها معلقه صويا صوص وظبطناها كده ايه حاجه حلوه كده، وحطينا لها فصين ثوم. هنطلع الكبده في الطبق كده، وهنحط رز مكانها شوحه والحبه الصوص دول هيخلوا الرز تحفه بقى. كده يا حبايبي شوفوا الحبه الرز بقى شكلهم حلو ازاي، هنحمصهم تحميصه حلوه كده، ونشوفوا شكل الكبده جميل ازاي. ودي البتنجان والبطاطس اهو، ولسه بنحمر كله مع بعضه كده، مش هياخد 10 دقايق الاكله بتاعتنا. كده احنا رصينا طبقه البطاطس وتحتها بصلايه. الحله دي استيل ومانيش عارفه هتبقى حلوه ولا لا في الحكايه. هحط كمان فوق البطاطس طبقه بتنجان. هحط كده نص الرز في الحله على الحاجات دي، نصه كده. اللهم صل على النبي. حبه الرز قعدوا يتاكلوا كده. وهنحط كبده. تاكل الرز حط عليه كيلو كبده يا جماعه. الحاجات بتاعتها الحلوه دي. اللهم صل على النبي. بس يا رب الحله نعرف بقى نشتغل نقلب بيها عشان الحله تستل دي ماهيش حلوه في الرز. وهنحط عليها بقيه الرز، وهحط له عقد الميه بتاع الرز بس. يعني ده كيلو رز هحط له كيلو ميه. حتى الميه تغلي حط عليها واحده مرقه دجاج، واكتر من كده مش حاطين. طبعا مظبطه كل الحياءات بتاعتك. ايه اللهم صل على النبي، تبقى زي العسل. شوفوا بقى اما نشوف الطبخه بتغلي كلها اهي، هنوطي عليها ونسيبها بقى تستوي براحتها. تعالوا بقى نشوف المقلوبه بتاعتنا بالصلاه على النبي. احنا لسه كده بقى ايه طافين عليها، فالمفروض ان هي شوف بالصلاه على النبي مفلفله وجميله ازاي. رزها مفلفل وحلوه قوي. هروح بقى ايه اقلبها كده. احنا هنحاول نقلبها. الحرف بتاع الحرف ده على الصينيه، هنميل الصينيه كده يمكن تاني، وان شاء الله تتقلب باذن الله. غطا مش حالك على الحرف. هحط الصينيه كده وهقلب يا جماعه بالصلاه على النبي. يا رب يا مسهل. اللهم صل على النبي. بالصلاه على النبي. الله اكبر. طلعت روعه. السوريات الاول الفئ بتاعها خطيره يا جماعه، داير ما يدور. اللهم صل على النبي. اجمل واحلى تورتايه. رايكم تحفه. شوفوا بقى منظر التورتيه من جوه، والرز مفلفل وجميل، والكبده طالعه ما شاء الله حتتها